مهمة لازم نعرف رأيكم بيها، وهي شلون راح يقدر السيد السوداني يحلها؟ وهي قضية حصر السلاح هو بين جاي. الدولة، شلون يحصل؟ الموقف من إقرار قانون الحشد هسه الشعبي. دقيقة أول شيء أي. إقرار قانون الحشد الشعبي. هسه أنا خليني أتحدث أنا زين. أول شيء هو من يريد إقرار قانون الحشد الشعبي أن يفكر عراقيا. زين. وائتلاف العمارة المتحدث في أكثر من مرة أنه يريدون إقرار قانون الحشد الشعبي. للعلم الغريمين إيران وأمريكا الطرفين لا يريدون إقرار الحشد الشعبي، الطرفين مو الطرف الواحد. اي هسه امريكا نعرف، ايران ما تريد اقرار قانون الحشد الشعبي. ما في الحشد الشعبي عندما تذهب الهيكليه وقانون التقاعد والخدمه لجنه الحشد الشعبي، هناك اكثر من 400 قيادي هم قريبين من الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه يمكن يخرجون التقاعد، فبالتالي هذا يمكن اضعاف دورهم في المؤسسه. هاي نظرة هي ربما لا ترغب في أن يقر قانون الحشد الشعبي. ونفس الشيء الرسائل الخاطئة التي توصل لأمريكا بأن قانون الحشد الشعبي هذا يعطي قوة، لا بالعكس، هذا مو يعطي قوة لخارج إرادة الدولة، هذا يعطي قوة للمؤسسات. بالتالي أنا اليوم ما أريد أحد يساوم الجندي أو المجاهد في الحشد الشعبي ويجي يكسر الكي كارد مالته ويعين واحد بمكانه من جماعته أو ربعه لأن خالفه انتخابيا. أنا أريد يكون حاله حال الجندي وحاله حال الشرطي في الدفاع، ممكن ان ينتقل، ممكن ان ينقله رئيس وزراء وتكون بالنهايه حاكمه لقياده القائد العام للقوات المسلحه، مو مثل ما صار يطلعون مجموعه مثل على مديريه الزراعه خلاف لاوامر القائد العام للقوات المسلحه.